السيدات والسادة المشاهدين، طابت أوقاتكم بكل خير. دعنا نقضي هذا اليوم مع أحد أعلام كلية الإمام الكاظم عليه السلام على أقسام وسط، الدكتور فوزي خيري. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور، بلا داعي من هو الدكتور فوزي خيري؟ فوزي خيري كاظم من مواليد 1973، حاصل على شهادة دكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة واسط كلية التربية. أعمل الآن كتدريسي في كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة في قسم علوم القرآن، وأشغل منصب مقرر قسم علوم القرآن. متى بدأت العمل في كلية الإمام الكاظم عليه السلام؟ بدأت محاضرا منذ حوالي 10 أعوام تقريبا، تحديدا في سنة 2014 في بداية السنة الدراسية، حيث عملت محاضرا لمدة 5 سنوات، ثم نقلت خدماتي إلى هذه الكلية في نهاية سنة 2019. هل كانت رغبتك من البداية دخول مجال التدريس؟ حقيقة في البداية لا، لم تراودني هذه الفكرة مطلقا، حيث كنت أعمل في وزارة الصناعة في السابق، فهذه الفكرة لم تراودني إطلاقا، إلا أنني قررت إكمال الدراسة المسائية، وأنا كنت أعمل في وزارة الصناعة. ثم هذه الفكرة راودتني تحديدا في السنة الثالثة من الكلية، حيث وجدت أن هذه المهنة مهنة إنسانية وشريفة، فضلا عن كون أن المعلم الأول للبشرية أو العفو للمسلمين تحديدا هو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله. وبحكم دراستي للتاريخ الإسلامي تحديدا تأثرت كثيرا بكوني أنه دخلت فكرة في بالي أنه أنا لابد لي أن أحمل فكرة أهل البيت عليهم السلام إلى العالم، فكيف أحمله وأنا يدي لا تصل إلى الكثير؟ فقررت أن أدخل في مجال التعليم، وقررت أن أكون أستاذا منذ تلك اللحظة. دكتور، ما هي التحديات التي واجهتك أثناء دراستك، كونك حصلت على البكالوريوس 2003 وحتى الدكتوراه 2014 ظل ظروف البلد؟ حقيقة كانت ظروفنا احنا كلش تعبانة، خاصة بعد 2003. فبعد تخرجي سنة 2003 من البكالوريوس تركت لنفسي مجالا أنه لم نستطع أن نواجه الظروف المعروفة لدى الجميع، وسقوط النظام، الحرب اللي دخلها العراق في تلك الفترة، فكانت الظروف جدا صعبة. فأعطيت نفسي مجال للاستراحة لغاية سنة 2006، حيث قررت أن أخوض تجربة إكمال دراستي. كانت ظروفنا مثل ما قلت صعبة جدا، من حيث وضع البلد، من حيث الأمور اللي يتطلبها مسألة أنه أنت طالب ماجستير في تلك الظروف الصعبة، في خضم هذه التحديات الكثيرة، في خضم حتى حصول في مسائل الدعم اللوجستي للطالب. حضرتك تعرف أنه طالب الماجستير يحتاج إلى كثير من الموارد بالأساس، كتب، مصادر غيرها. كيف كنت تحصل على هذه المصادر وبظل الظروف؟ حقيقة أنا عشت ظروف صعبة، خاصة من سنة 2003 إلى سنة 2010. بعد إكمال الماجستير بدأت تتحسن ظروفي، لكنه بعد تخرجي من الماجستير كنا نقتر على أنفسنا أنا وعائلتي في سبيل إكمال هذا الهدف، لأنه مثل ما تعرف هو بالأساس هدف إكمال الدراسة مشروع لكل إنسان، مشروع جبار حقيقة، مشروع لتغيير الأوضاع، أوضاع الشخص نفسه. فكنا نقتر على أنفسنا في سبيل أن نشتري كتابا من هنا أو نستنسخ كتابا من هنا. فلذلك حقيقة الأوضاع اللي عشتها خلال فترة دراستي للماجستير كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله وقوف عائلتي، حقيقة كان وقوف عائلتي بجانبي له الفضل الكبير، وخصوصا زوجتي
وقبل ذلك والدي ووالدتي رحمه الله. كل التحية. الله يحفظكم. فهذا بالتحديد كان سبب مباشر في استمراري، حيث كنت أنا أسكن في الإيجار، فتكفل الوالد بدفع الإيجار طيلة فترة دراستي في سبيل أن يهيئ لي مجال للدراسة دون أن يكون تفكيري في الوضع المادي. حقيقة هذا لا ينسى. هي لك الظروف بالضبط. شلون جازيتها؟ والله حقيقة الوالد والوالدة رحمه الله لن يجازوا أبدا بالنسبة لي وبالنسبة للجميع. يعني تسألني هذا السؤال حقيقة لا يسأل أبدا، فالفرد لا يمكن أن يجازي والديه أبدا مهما عملت، وسأعمل إن شاء الله، لكنه لن أصل إلى مسألة المجازفة، استحالة أن أصل. استأذنك إلى فاصل قصير. أحبتي المشاهدين، فاصل ونواصل. من جديد أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم دكتور. في المسيرة العلمية مررت على يد أساتذة كبار كالدكتور فاضل جاد الضاحي والدكتور سادس السحلاوي والدكتور أخو سلمان جاسر. ماذا أخذت من هذه القامات العلمية وطبقتها على ما أصبحت دكتور؟ حقيقة هذا سؤال مهم جدا، أنه يسأل شخص تدريسي بالأساس ماذا أخذت من أساتذتك. نعم، لقد أخذت الكثير والكثير جدا، خصوص هذه الأسماء التي ذكرتها مع أسماء أخرى، خليل السامرائي وغيره. حقيقة أخذت عنهم أشياء كثيرة. ممكن أن لا نكتفي بالقول مادة علمية، فالمادة العلمية كانت موجودة، لكنه أخذت من عندهم طريقة تعاملهم اللي انعكست كثيرا على شخصية فوزي فيما بعد. طريقة أن يكون الأستاذ أبا قبل أن يكون معلما. هذه الطريقة حقيقة أخذتها من الدكتور عطا سلمان كثيرا، أخذت قساوة الأب حينما يقسو على أبنائه، وهو بالتالي يريد أن يصلوا إلى أعلى المراتب. وهذه أخذتها أيضا من منظور أساتذتي، وهذه دروس لا تقطع وإنما تؤخذ أخذ من خلال تأثرنا بطريقتهم، من خلال تأثرنا بمستواهم العلمي، من خلال حثهم. يعني أتذكر إحدى المواقف مع الدكتور عطا، أنه كنت طالب في مرحلة الكورسات في المرحلة التمهيدي للماجستير، فإجاني قال لي أريدك تشترك في مؤتمر، كان مؤتمر يقام في اقسام النساء في سنة 2008 تحديدا، بدايتنا احنا استونا بادين شهر شوية. فقال لي لازم تشارك في هذا المؤتمر، فضغط علي ضغط كبير جدا وأنا لسه مبتدئ، لكنه فيما بعد قال لي أسرع، أنت ما تحس بقيمة هذا اللي جاي أطلبه منك، لكنه فيما بعد راح تحس. والفعل لما كملت البحث وأنا على منصة الإلقاء في جامعة ميسان أحسست بقيمة ما أعطاني الدكتور عطا سلمان. حقيقة هذه المواقف هي التي نستفاد من عندها كثيرا، وأثرت في شخصية فوز خيري كثيرا. استذكرت موقف لما كنت طالب وتعامل بهذا الموقف الدكتور أنا. حقيقة موقف حصل العام الماضي في المحاضرة الأولى. أنا بطبيعتي كنت متشدد على أنه عدم الحضور بعدي في وقت المحاضرة، لكنه وأنا جاي داخل المحاضرة انطرقت الباب، فإجا شاب من طلبتنا وجهه يقطر عرقا ومبين تعبان جدا، إلى درجة أنه حسيت أنه كان يركض على الدرج في سبيل اللحق على المحاضرة. هذه ذكرتها أنه أنا صارت وياي فعلا في جامعة واصل بالتحديد نفس القضية، وضد هذه القضية طردت من المحاضرة أنا في تلك
يعني الأستاذ الله يذكره بالخير ما كان يسمح بالدخول بعده، لكنه أنا لما استحضرت الموقف واستحضرت أنه رغم جهدي في بلوغ المحاضرة قبل بدايتها لكنه لم أتمكن بظرف معين وجزيت بالطرد، بصراحة الموقف ما قدرت أتخطى وأكرر نفس الخطأ، لأنه شفت في هذا الطالب نفسي وأنا أطرد من المحاضرة بسبب تأخري، فلذلك سويت أنه أعيد هذا الموقف. لا أكيد طبعا لا، لأنه قلت لك شفت نفسي به فقررت أنه يدخل، وأكثر نمطية أنه الطالب بعد ما يدخل ورايا خاصة المحاضرة الأولى. فالمحاضرة الأولى سويتها من ذاك الموقف إلى اليوم أنه أي واحد يلحق خليه يدخل. صح، فضلت على الزملاء طبعا أكيد. حصولك على الدكتوراه وبطولك مجال التدريس، ما هي مواطن الجمال في هذا المجال؟ مثل ما قلت في البداية، فضلا عن كونها أشرف مهنة على وجه الأرض هي مهنة التعليم، لأنه المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشوفها في عيون أبنائك اللي هم طلبتك، تشوف أنه أنت لما تدرس أحد ويجي فيما بعد مرور 7-8 سنوات يوقف يمك ويكون أستاذ ويدرس وياك، أو تروح للمدرسة تشوفه مدرس قمة يعني قمة الرغبة، قمة السعادة اللي تشعر بها في تلك الفترة، أنه يلاقيك أحد طلابك صاير في مكان مرموق، أو يجي وياك في يوم من الأيام يكون زميل لك، فاللي تحصله أكو أكثر جمالا. ذات الموقف من أساتذتك افتخر بوجودك بمرتبة عليا؟ كل أساتذتي الحمد لله والشكر إلى الآن أنا متواصل وياهم، لا سيما العالمين الكبيرين دكتور فاروق جابر ودكتور عطا سلمان، إلى الآن متواصل معهم ويفتخرون بأنهم درسوا فوز الخير، وأنا أفتخر أنني تتلمذت على يد هذين العالمين. أكيد كل التحايا بكل الأسماء والذكريات. إلى هنا نصل وإياكم أحبة المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة. كلمة أخيرة دكتور. كلمة أخيرة بعد الشكر والتقدير لمجهودكم وهذا ومجهود أستاذكم المشرف الدكتور سلام، أتمنى للجميع ولا سيما أنتم بالتحديد قسم الإعلام، أنتم صورتنا الناصعة، أنتم من يحاول أن يوصل صوتنا إلى العالم، صوتنا نحن كأفراد وصوت الكلية كمؤسسة. أتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم في عملكم، ولأستاذكم الكبير دكتور سلام كل الموفقية والنجاح. كل الشكر لكم إن شاء الله. أما أنتم أحبة المشاهدين فشكرا جزيلا لكم بحسن الاستماع والإصغاء. كنت معكم في الإعداد والتقديم علي تميم، وفي التصوير علي باسم وحسين جواد. إلى اللقاء.